صباح الخير، عاملين ايه؟ معانا بقى البسبوسة الجاهزة اللي بتتباع كده في اكياس جاهزة، واحنا بس بنزود عليها حاجات بسيطة قوي. معانا بقى كيس بسبوسة، انا هنا بستخدم نوع حلو الشام. تمام، هنحط عليها بقى زبادي يعني بمقدار 100 جرام. تمام، عشان في علب 75، لا 100 جرام. وهنحط 100 جرام من السمنة برضو. تمام، وهنقلبهم على بعض. وبعدين انزل بالبسبوسة كده، ومش هنضربها، انا بس يا دوب هلم البسبوسة، هلمها بس بايدي كده، لكن مش هضربها عشان ما تنشفش معايا. بس ومعايا بقى صينية، دي بتعمل مقاس 26. هدهنها سمنة. خلاص، وطبعا يعني يفضل طبعا تكون السمنة بلدي. هدهنها بقى سمنة، وبعدين هحط بقى الخليط وهفردها في الصينية، وهدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. واول ما الجناب كده الاقي فيه احمرار زي كده، اقفل بقى وافتح الشواية مثلا لمدة 5 أو 10 دقايق لغاية ما تاخد اللون ده بالظبط. وما شاء الله الطعم تحفة. وطبعا العسل هنا لازم يبقى سخن. تمام، يعني وهي سخنة العسل يبقى سخن، باردة يبقى العسل يبقى بارد، عكس طبعا الكنافة والجلاش. بس وده كده شكلها النهائي، وسهلة وبسيطة خالص وبالهنا. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير، وباي باي.